فنانين اتنقلوا من حياة الرفاهية للتشرد. ومن أشهر الفنانين دي الأستاذ عبد العزيز مكاوي، راجل معاه أكتر من لغة ودبلومة في السياسة ودبلومة في ترجمة الأدب، ومعاه كمان معهد فنون مسرحية. وبعد ده كله بسبب زوجته اللي توفت اتحول من فنان كبير جدا لمتشرد قاعد في الشوارع ما بين القمامة. لكن بعد كده نقابة الممثلين خدته وودته مكان عشان يتعالج فيه، ووفرت له شقة يقعد فيها. لكن للأسف هو معجبوش الحال ونزل الشارع تاني وقعد فيه في نفس المكان. وبعد كده في سنة 2011 تخبطه عربية وتكسر له رجله وتخليه قاعد على كرسي متحرك لبقية حياته. نقابة الممثلين ما سابتوش تاني، برضه رجعوا وخدوه ودخلوه مستشفى القوات المسلحة، وابتدى يتعالج ويتحسن شوية. برضه دخلوه دار مسنين للرعاية. وفي سنة 2016 مات عبد العزيز مكاوي. ما تنساش اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. وده الجزء الأولاني من الفيديو، استنوا الجزء التاني.